وأخيرا نختم بمصيبة المدعو فلاس الحدادي، يزعم أن الناس يلبون لخليل الرحمن عليه السلام، وهذا منكر عظيم. ويقول بهذه الكلمة: لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما أمره رب العزة والجلال أن يعلم الناس بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهذا الأمر أمر منكر ومن الشرك والعياذ بالله، وإلا الناس يلبون لله سبحانه وتعالى، للخالق لا للمخلوق، وهذا من مصائب هذا الرجل. ويتبين من ذلك بأنه هو الذي يقول بالمنكر والباطل ولا يرجع إلى أهل العلم، وأما أهل العلم فهم يتكلمون بعلم وأدلة، لكن الحدادية لا يفهمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل سؤال ورد عن طريق الانترنت من خلال موقع الدورة العلمية الأولى الصيفية. يقول السائل: أحسن عليكم، أحد الأخوة جزاه الله خيرا كتب موضوعا في الحج ونقل فيه كلام أهل العلم، وقبل هذا كتب مقدمة وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بهذه الكلمة لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما أمره رب العز والجلال أن يعلم الناس بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأنكر عليه بعضهم وقال له: هذا شرك، بل قالوا عنه أنه مشرك شرك أكبر. فما هو رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا الكلام فيه مخالفة في عدد من المواطن، من مثل قوله: لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. والتلبية لا تكون إلا في الإحرام إن كان يريد لفظ التلبية، وأما إن كان يريد الإجابة فالتلبية ليست في مواطنهم، لأن التلبية ما لبوا وأجابوا إلا بانتقالهم، لا وليسوا في مواطنهم. وقوله هنا التلبية أجابوا التلبية لإبراهيم، فإبراهيم نادى، فالتلبية هي لها معنيان: المعنى الأول الإجابة، والمعنى الثاني التذلل والخضوع بالإتيان والحضور إلى مواطن الحج والعمرة. ومن هنا فإن هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين، والقاعدة أنه إذا كان اللفظ مشتركا بين لفظين أحدهما ممنوع والآخر مسموح به ما دون فإنه يترك ذلك اللفظ، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأنه تحتمل معنيين: أحدهما ما دون من الرعاية، والآخر ممنوع من الرعونة، ولذلك منع منه، فهذا اللفظ يمنع منه. ولكن ادعاء أن هذا اللفظ يوجد أو يتضمن الشرك هذا خطأ وليس من الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.